بإذن الله هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل كفتة الحاتي من داخل المطعم مباشر بالجمال والحلاوة اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا الكفتة زي ما انتم شايفين شكلها طبعا مستوية من بره ومن جوه. لما نضغط عليها كده تحس ان هي عاملة زي الاسفنجية، لانها طبعا مستوية ماهيش نية. وطبعا هنعرفكم ان شاء الله طريقة التتبيلة وسر التسوية على الفحم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ نادر سليمان. ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم طريقة عمل كفتة الحاتي من داخل المطعم مباشر، وسر التتبيلة والتسوية على الفحم بطريقة سهلة وبسيطة وبالطريقة الصح بتاعة مطعم الحاتي. زي ما حضراتكم شايفين طبعا التتبيلة يا جماعة، هي طبعا طالعة من التتبيلة كان محطوط عليها بصل وطماطم مفرومة في الكبة، وملح وفلفل وبهارات لحمة وحتة دهن ضاني. وديت من ضمن الأسرار بتاعة كفتة الحاتي اللي بتعطي الشكل أو الطعم والريحة اللي تشوفوها قلب الشارع ان شاء الله. طبعا بعد ما بتقعد في الفريزر حوالي من ساعة او ساعة ونص بتكون شدت، عشان مية الطماطم مع البصل ما بتحطش عليها اي حاجة، طبعا بيبقى بصل وطماطم بس، مفيش عليها اي سوائل تانية عشان تمسك على السيخ واحنا بنسيخ. زي ما حضراتكم شايفين بكل سهولة بتتحط في السيخ بتاع الفحم، بسم الله ما شاء الله، بطريقة احترافية جدا وبطريقة سهلة جدا. طبعا احنا بس بيبقى جنبنا شوية مية كده بس بنبل ايدينا فيهم عشان لما نمشي على الصابع نسويه كويس. زي ما حضراتكم شايفين بطريقه جدا سهله وبسيطه هنعمل مع بعض كفته الحاتي. زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما بنسيخها زي ما انتم شايفين كده بطريقه سهله جدا وبسيطه، ما بنحطش يا جماعه قطعه كبيره مره واحده على قد الصابع، لا احنا بنقطعها قطع صغيره بحيث ممكن الصباع واخد 3 بصلات، عشان دي طبعا بيسهل عمليه التسييخ على السيخ. بنبدا نحط على الفحم زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما سيخناها. طبعا بتاخد تشميعه بس، وبعد كده بنقوم مقلبينها. اول حاجه يا جماعه من ضمن نجاح الكفته على الفحم والشكل بتاعها ما يبقاش واخد سواد من الفحم، بتشمع كده ونبدا نقلبها. اول تشميعه بتبدا تتقلب على الناحيه التانية تشمع برضه، وبعد كده بنبدا نقلبها من وقت للتاني بحيث ان التسويه تبقى مستويه من الناحيتين وقلبها مستوي، وما تبقاش النار زياده فيها يعني، عشان ما تبقاش النار زياده تعطي لها سواد من الفحم وكلام زي كده، زي ما الناس بتحطها لما بتسود من تحت ويرجع يقلبها تسود من فوق وتلاقي قلبها ني من جوه. زي ما حضراتكم شايفين من وقت للتاني كده بنقلبها، هي تاخد لها من حوالي من ربع ساعة ولا تلت ساعة. بنقلب من وقت للتاني تشميعة من فوق ومن تحت لحد ما بتبدأ من وقت للتاني تبدأ تاخد اللون اللي هو بتاع الكفتة، اللي هو اللون الحلو اللي مفيش فيه حريق سواد الفحم ولا أي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين مستوية وبسم الله ما شاء الله. طبعا ديت فراخ على الفحم، لأن طبعا مطعم وشغال يا جماعة فراخ مشوية، مطعم مشويات متخصص في المشويات، عشان كده بنجيب لكم السر بتاع التتبيله والسر التسويه، وبتطلع حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا بعد ما استوت يا جماعه وخدت اللون بتاعها الحلو بنطلعها من على الفحم، بنسيبها بس دقيقه او اقل من دقيقه ترد ببعضها زي ما حضراتكم شايفينها كده، وهنبدا ان احنا نحطها في الوجبات. يبقى احنا عرفنا مع بعض من ضمن الاسرار نجاح كفتة الحاتي اول حاجة حتة الدهن الضاني اللي بتتحط مع اللحمة في الاول. وان شاء الله لو في اي تعليقات يا جماعة احنا هنرد عليها ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو اهم حاجة ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد ننزله باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين الكفتة بسم الله ما شاء الله شكلها بيتكلم عن نفسها، حاجة كده يعني من المطعم بقى ومن المتخصصين المطعم. سيبكم بقى من اليوتيوب والاختراعات ونقعد نحط مش عارف ايه ونحط 50 نوع توابل ومفيش. زي ما حضراتكم قلت لكم طماطم وبصل مضروبين في الكبة، بهار لحمة، حتة، ده السر بقى، حتة دهن ضاني دي بقى اللي بتقلب الموازين وبتقلب الدنيا كلها وبتعمل بقى حاجة بقى ايه يعني شغل المطاعم بقى. طبعا ده الفلفل اللي احنا كنا حاطينه على الفحم. بسم الله ما شاء الله الكفتة مش محتاجة اي تعليق يا جماعة، والله الكفتة معمولة كما قال الكتاب وبالاسرار وبالتكات، ما درناش اي حاجة عليكم. وان شاء الله يعني تكون عجبتكم الطريقة وما تكونش صعبة، وهي سهلة جدا. زي ما انتم شايفين الكفتة بسم الله ما شاء الله شكلها عامل ازاي، حاجة كده يعني ايه مش محتاج اي تعليق يا جماعة يعني. حضراتكم شايفين شكلها بيتكلم عن نفسها ما شاء الله. الكفتة طالعة مظبوطة، الريحة قلب الشارع، طبعا الطعم برضه احنا اكلنا منها برضه حاجة بسم الله ما شاء الله، طعم وريحة وشكل يعني صراحة ما تتوصفش.
اهم حاجة لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.